كتشوف بنتك كتبدل، ما بقاتش هذيك الطفلة اللي كانت كتضحك من اي حاجة بسيطة، ولا ولدك اللي كان كيجي للحضن ديالك بلا سبب، ولاو كيدخلوا للغرف ديالهم وكيقضيو وقت طويل بوحدهم وكيجاوبوك بكلمة ولا بجوج. انتي كأم كتخافي تقربي منهم وتخسريهم، وكتخافي تسكتي وتضيعيهم. وانت كأب كتسول راسك فين مشاو داك الايام اللي كنتي فيها انت العالم ديالهم كله. مرحلة المراهقة ماشي أزمة تربية، هي صرخة روح باغا غير اللي يسمعها. وخليونا اليوم نحاول نفهموا هاد الصرخة قبل ما تحول لصمت ما كيتسمعش. المراهقة راها ماشي مجرد مرحلة دايزة، هي عبور وصعيب ما بين الطفولة والنضج. عبور كيحمل معاه زوابع، كيحمل معاه شكوك، تمرد وأسئلة بلا جواب. هي اللحظة اللي كتبدل فيها الصوت وكتبدل فيها النظرة وحتى الإحساس بالذات، وكتولي البنت كتقلب على المعنى ديالها في هذا العالم وكتسول شكون أنا؟ واش اللي كيبغيني غادي يبقى كيف ما هو؟ وكيولي الولد كيشوف في المراية واحد الشخص جديد باغي يكون راجل، ولكن مازال في الداخل ديالو طفل كيخاف يضيع. المراهقة راه ماشي حرب بين الآباء والأبناء، ولكن هي واحد سوء تفاهم بين جوج ديال الأجيال، وكل واحد فيهم كيهضر بلغة مختلفة على الآخر. واش جربتي تصنتي لبنتك وبلا ما تحكمي؟ واش حاولتي تفهم ولدك بلا ما تقاطعو؟ راها كلمة صغيرة منك ممكن تكون الجسر اللي كيرجع بيهم ليك، وممكن تكون هي داك السور اللي كيسدهم عليك. واليوم غادي نحاول نحلو هاد الباب المسدود ونفهموا المراهقة من الداخل، من خوفها، من ضعفها، ومن رغبتها تكون مسموعة، باش ما نخسروش ولادنا في مرحلة كان ممكن نربحوهم فيها مدى الحياة. ولكن فين بالضبط كيبدا التغيير؟ فاش كتولي البنت ما كتبغيش تهضر، والولد حتى هو كيسكت بلا سبب. فاش كتولي كلمة البسيطة ما كتوصلش والاهتمام كيقلبوا عليه، فين كيدخل داك الحائط الخفي اللي كيتبنى بين المراهق ووالديه وبلا ما يحسوا. يمكن البداية كتكون في هذه اللحظة الصغيرة اللي فيها كيتبدل الصوت وكيتبدل الذوق وكتبدل حتى الطريقة اللي كيشوف بها راسو. ومن هنا كيبدأ أول باب في المراهقة اللي هو باب الهوية. أنا شكون؟ هو سؤال بسيط، ولكن في المراهقة كيولي أعقد سؤال في الحياة، ماشي لأن الجواب صعيب، ولكن لأن اللي كيسول هو ما بقاش هو نفسه. البنت اللي كانت كتفرح بواحد الدمية صغيرة وكتضحك بلا سبب ولات كتقلب على معنى في كل نظرة وفي كل كلمة وفي كل إحساس جديد كيدخل لقلبها. والولد اللي كان كيبكي غير على لعبة ولا كيبكي في صمت حيت كيبغي يكون راجل، ولكن مازال هو طفل من الداخل. وفي هذه المرحلة كيبدا التغير من الداخل قبل ما يبان في الوجه وفي المظهر. كيتبدل الصوت، كيتبدل المزاج، وكيتبدل الإحساس بالذات، وكيبدا الصراع الكبير: واش نبقى كيف ما كنت ولا نولي الشخص اللي كيشوفوه الناس فيا؟ كيتخلق داخل المراهق واحد العالم جديد، عالم بين الحلم والواقع، بين الطفولة والكبر، وبين الرغبة في الحرية
والخوف من المسؤولية. ووسط هاد الزوبعة كيبدا يحس أنه بوحدو، وأن ما كاين حتى واحد اللي فاهمه. وهنا كيبان أول خطر، اللي هو العزلة النفسية اللي كتخليه يسكت، ماشي لأنه ما عندوش شنو يقول، ولكن لأنه ما كاينش اللي يسمعه بالطريقة اللي باغي هو. وكل لحظة كتدوز كيتعمق هاد السؤال كتر: أنا شكون وسط كل هاد التغييرات؟ وبالضبط هنا كتولد أول حاجة خاص الوالدين يفهموها، أن المراهق ما محتاجش يجاوب على السؤال، لكن هو محتاج غير اللي يسمعه وهو كيسول. ولو وقفنا في هذه النقطة وسمعنا مزيان الصوت اللي كيهضر داخل قلب المراهق، غادي نكتشفوا واحد الحقيقة اللي كترعب بزاف ديال الآباء: أن التغير ماشي هو المشكل، راه المشكل الحقيقي هو الطريقة اللي كيتعامل بها المراهق مع هذا التغير، والطريقة اللي كيتعامل بها والديه معاه. وهنا بالضبط كيبان الفرق بين مراهق كيتفتح الحياة بواحد الثقة، ومراهق آخر كيغرق في الصمت، في الغضب وفي الهروب. إذن كيفاش كيتواصل المراهق، وكيفاش خاصنا نسمعوا ليه؟ لأن التواصل راه ماشي غير كلمات، التواصل هو شكون اللي حاضر، وشكون اللي فاهم، وشكون اللي فعلا كيسمع. حيت منين كنوصل لهاد المرحلة كنكتشفوا أن المراهق ما كيهضرش غير بالكلمات، ولكن كيهضر بنظرة، كيهضر بالسكات، كيهضر بانسحاب مفاجئ، وبضحكة ناقصة، وبواحد ما كاين والو اللي كتعني كل شيء عامر. وهنا كيبان المشكل الكبير: المراهق كيعطي الإشارات، ولكن الوالدين ما كيقراوهاش، ماشي حيت ما باغييناش، ولكن حيت علاقتنا بالمراهق دائما كتكون مبنية على الخوف. يعني كنخافوه يضيع، كنخافوه ينحرف، وكنخافوه يتبدل. وفي هذا الخوف كنوليو كنسمعو غير الصوت ديالنا وما كنسمعوش الصوت ديالو. المراهقة ديال البنت بالخصوص كتكون أعقد، يعني كتبدل جلدها، إحساسها، والنظرة ديالها لراسها. وكنجيو حنا وكنزيدو عليها ضغط جديد، يعني كنقولوا لها براي، كوني مربية، كوني واثقة، كوني قوية. ولكن في الحقيقة هي باغا غير واحد الحضن اللي يفهم بلا ما يحاسب. والمراهق الذكر ماشي بعيد، هو كيبان قوي وكيبان قاصح وكيبان ما كيهمو والو، ولكن في الأصل هو طفل كبير وكيخاف يبان ضعيف. وكل غضبة كتخرج منه هي نداء ما مسموعش: شوفني، فهمني، ما تحكمش عليا. هادو كاملين كلمات اللي كتكون بالنسبة للمراهق. وهنا كنوصلوا للحقيقة اللي كتخلع: أن التواصل مع المراهق ماشي هو أنك تهضر معاه، راه التواصل الحقيقي هو أنك تعرف فوقاش تسكت، وفوقاش تقرب، وفوقاش غير تحط يدك على كتفو بلا ما تسول. لأن المراهق ما كيتغيرش في النهار، ولكن كيتغير في ثواني اللي ما كنكونوش حاضرين فيها: اللحظة اللي سكت فيها، اللحظة اللي تهرب، اللحظة اللي جا عندك ولقاك مشغول، اللحظة اللي طفى فيها الضوء اللي كان كيشعل بيناتكم. والتواصل الحقيقي ماشي تقنية وماشي طريقة، ونقدر نقول لكم ماشي وصفة. التواصل هو أنك تفسح باب بلا صوت وتدخل للقلب ديال ولادك بلا منطق. ولكن واش التواصل غير كلمات؟ واش المشكل غير في كيفاش كنهضروا مع المراهق، ولا كاين جرح أعمق كيكبر في الصمت، جرح كيتسمى عدم الفهم؟ لأن في بعض الأحيان ما كنخسروش ولادنا حيت داروا خطأ، كنخسروهم حيت ما حسوش براسهم مسموعين. ومن هنا كنمشيو لواحد المرحلة اللي المراهق فيها ما كيبقاش باغي يهضر، ولكن كيبدا يعيش بوحدو. وهنا بالضبط كتبدا الحكاية اللي ما كتحكاش بزاف. لأن في مرحلة المراهقة المراهق ما كيتبدلش غير من برا، راه من الداخل وراه كيدوز من واحد العاصفة كبيرة وحتى واحد ما كيشوفها. البنت المراهقة كتفيق، كتشوف راسها في المراية وما كتعرفش داك الوجه، جسم تبدل، والنظرة ديال الناس تبدلات، وحتى الكلام
اللي كيتقال ليها ولا ثقيل، ودائما كيقولوا ليها راكي كبرتي ديري عقلك. ولكن ماشي واحد وقف وسولها وقال لها واش انتي بخير، واش فاهمه شنو واقع ليك. كتولي كتحسب كل خطوه وكل ضحكه وكل كلمه، وكتخاف تغلط، وكتخاف ما تكونش كافيه، وديما كتقارن راسها بناس في الانترنت بصور معمره بالفلترات وبجمال ماشي حقيقي. ومن هنا كيطيح تقدير الذات، وكتبدا تقول بالها علاش انا هكا، علاش ما نكونش بحالهم. كتضحك قدام الناس ولكن في الداخل ديالها هي بنت صغيره وكتعيط بصمت، وباغيه غير شي واحد يحضنها ويفهمها بلا حكم. اما الولد المراهق من حيث كان صغير كيقولوا ليه الراجل ما كيبكيش، ولكن ما علموش كيفاش يهضر على الوجع ديالو. كيحس خاصو يكون قوي وما يبيهش الضعف ديالو وما يطلبش المساعده، ولكن في الداخل ديالو راه خايف وراه محتار، وربما نقدر نقولوا انه راه ضايع، وكيبان معصب وكيبان متمرد، ولكن الحقيقه راه غير باغي شي واحد يسمعه، حيت ما تعلمش يهضر على الالم كيخرجوا في الغضب ديالو، او لا في الصمت ولا في البعد. والوجع اللي كيجمع البنت والولد هو واحد، باغيين يتحبوا ويتقبلوا كما هما، ماشي كما بغى الناس يشوفوهم. راه المراهق راه ماشي مشكل، راه انسان في واحد المرحله حساسه، وكل كلمه قاصحه وكل استهزاء وكل تجاهل كيخليه واحد الجرح عميق، حتى الا ما بانش دابا، الا ما لقاوش الفهم كيكبروا بداك الجراح، ولا لقاو الاحتواء كيكبروا بالقوه. والهضره مع المراهق راه ماشي معركه وماشي محاضره وماشي اوامر، الهضره معاه خاصها تكون جسر ماشي حائط. اسمع قبل ما تهضر. المراهق ما محتاجش حلول في الاول، محتاج غير شي واحد يسمعه، خليه يهضر حتى يسالي، وحتى الا قال شي حاجه ما عجباتكش ما تقاطعوش وما تصحوش وما تحكمش عليه، قل له غير سمعتك وفهمتك. وراه هاد الجمله بوحدها كتداوي بزاف ديال الحوايج. ما كتهضرش من الفوق، هبط للمستوى ديالو، ما تهضرش معاه بحال شي واحد صغير ولا بحال شي واحد غلط وغادي يتعاقب. هضر معاه كإنسان، بحال صاحبه، بحال واحد كتحترم الرأي ديالو حتى الا ما اتفقتيش معاه، حيت الا حس براسو صغير قدامك غادي يسد القلب ديالو وما غاديش يهضر. وبدل داك الكلمه نتاع علاش درتي هكا، باش نبدلوها بشنو خلاك تحس هكا، علاش كتجرح. وكتخلي المراهق يدافع على راسو، ولكن ملي كتقول له شنو اللي وقع وخلاك دير هكا، كتفتح ليه الباب انه يهضر على الالم اللي مور داك التصرف اللي دار. وفرق بين الخطا والانسان، قول ليه هاد التصرف ما كانش مزيان، وما تقولش ليه انت ما مزيانش. راه فرق كبير، والتصرف كيتصلح، ولكن الجرح في القيمه الذاتيه ديالو راه كيبقى. واعترف حتى انت بالاخطاء ديالك، وقول ليه حتى انا غلطت في حياتي، حتى انا ما كنتش فاهم كل شيء في عمرك. لان المراهق ملي كيشوف الاب ولا الام بشر ماشي كاملين كيحس براسو مرتاح وكيهضر بلا خوف. وما تستهزئش بالاحساس ديالو، الا قال لك حاس براسي مخنوق، وما تقولوش راه غير تفكير زايد ولا دابا ما عندك حتى مشكل. الاحساس ديالو حقيقي بالنسبه ليه، حتى الا كان بسيط في العيون ديالك. الحب خاصو يبان ماشي غير يتقال. قل له كنبغيك، راه الوجود ديالك مهم في حياتي، وحتى الا غلطتي انا معاك. لان المراهق خاصو يسمع كلمات الحب اكثر مما خاصو يسمع النصائح. والخلاصه ديال هذا الشيء، الا بغينا نربحوا واحد المراهق خاصنا نربحوا القلب ديالو قبل السلوكيات ديالو. لان الهضره اللي فيها احترام كتخلق الثقه، والثقه كتخلق الامان، والامان كيخلق لنا انسان سليم. ولكن الا كانت الهضره مع المراهق بهذا الرقي وبهذا الهدوء وبهذا الاحترام، كيبان سؤال كيشد القلب قبل العقل: واش المشكل ديما في الكلام، ولا كاين جرح اعمق ما كيتشافش؟ جرح كيسكن في الصمت، في النظرات اللي ما تصرحاش، وفي الاحاسيس اللي بقات محبوسه سنين. وهنا ما بقاش كنهضروا غير على اسلوب، ولكن على خوف وعلى ضياع وعلى مراهق كيبان قوي من برا، ولكن من الداخل
كيطلب غير حاجة وحدة، أنه يفهموه بلا ما يحكموا عليه. ومن هذه اللحظة بالضبط غادي ندخلوا لواحد المرحلة اللي ما فهمناهاش مزيان، وكتقدر تفرقنا على ولادنا بلا ما نحسوا. وهذا الشيء بالضبط هو اللي غادي نهضروا عليه دابا. إلا كنتي أم وإلا كنتي أب، دابا بالضبط ما خصكش تزيد ولو كلمة، خاصك تفتح الحضن ديالك، لأن في هذه المرحلة ولدك ما محتاجش المحاضرة، وبنتك ما محتاجاش الأوامر، راهم محتاجين غير إحساس بالأمان. ضموهم حتى لا غلطوا، وحتى إلا تبدلوا، وحتى إلا جرحوك بكلمة ما كنتوش كتسناوها. لأن مراهق ملي كيغلط ما كيقولش باغي نتمرد، كيقول راه تايه فين نمشي. حط يديك على كتفو وقول ليه بلا صوت أنا هنا وما غاديش نمشي. وشوف العيون ديالو وما تشوفش الخطأ ديالو، شوف الخوف اللي مخبي موراه داك الخطأ، واللي تسد الباب وما تسدش القلب ديالو. وخليه يعرف أن الحضن ديالك مفتوح إلى طاس الشمس. وصلنا لآخر هذا الكلام، ولكن الحقيقة ما وصلناش للنهاية، حيث قصة المراهقة ما كتساليش بفيديو، كتكمل في كل دار، في كل ليل، في كل صمت. لأنني كاينين ولاد كيضحكوا قدام الناس ولكن كيبكيو بوحدهم في الليل، وكاينين بنات لابسين القوة ولكن في الداخل ديالهم واحد الوجع ما كيهضرش. لأن المراهقة ماشي مرحلة عناد، المراهقة هي مرحلة خوف، خوف من التغيير، خوف من الرفض، وخوف أكبر أنهم ما يتفهموش حتى من أقرب الناس ليهم. شي ولاد كبروا ما عمرهم سمعوا أنا فخور بك، شي بنات كبروا وما عمرهم تحضنوا بلا سبب، ومن بعد كنسولوا علاش تبدلوا، ولا علاش ولات بعيدة، ولا علاش ولا ساكت، والجواب كيوجع، حيت في الوقت اللي كان خاص الحضن كان الصمت. ولا بغيتي شي حاجة تبقى في بالك من هذا الفيديو، خليها هادي، أن ولدك ولا بنتك ما غاديش يتفكروا شحال صرفتي ولا شحال خدمتي، ولكن غادي تفكروا كيفاش حسيتيهم ملي كانوا ضعاف. وقبل ما تسد الفيديو، إلا عندك ولد ولا بنت في سن المراهقة، سير ليهم دابا، وحتى لا ما هضروش، وحتى لا تهربوا من الكلام، قول لهم أنا معاك حتى لآخر الطريق. راه هاد الجملة تقدر تنقذ روح كاملة من الضياع. وخليها الدموع اللي حسيتي بها دابا ما تكونش غير تأثر، خليها تغيير. لأن المراهق إلا ما لقاش الأمان في دارو غادي يحاول يطلبه من برا، وأحيانا ما كيرجعش. وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية هذا الموضوع والفيديو، ولكن في الحقيقة ماشي نهاية موضوع، لكن بداية وعي جديد. إلا كنتي كتسمع دابا وشي كلمة حركات فيك شي إحساس، راه هاد الإحساس ما جاكش غير صدفة، راه جا باش يفيق فيك واحد الحاجة زوينة، هي القدرة على الفهم وعلى الاحتواء وعلى القرب بلا جراح. لأن المراهقة ماشي مرحلة ودايزة، لكن هي اختبار للحب، واختبار للصبر والحكمة ديالنا حنا كآباء وأمهات. اختبار واش نكونوا جدار اللي كيتخباو موراه ولادنا، ولا نكونوا نفس الجدار اللي كيزيد يضيق عليهم النفس. شكرا كل واحد تابع وسمع وتأثر. شكرا لكل أم اللي قلبها مازال كيسول كيفاش نكون قريبة لبنتي. وشكرا لكل أب باغي يكون أمان لولده قبل ما يكون سلطة عليه. وجودكم هنا دليل أن الخير مازال كاين، وأن التربية ما زالت رسالة ماشي مجرد واجب. نتلاقاو بإذن الله في موضوع آخر. إلى ذلك الحين خلي ولادكم يحسوا بالحب قبل ما يطلبوه، وبالأمان قبل ما يضيعوه، حيث بعض الجروح إلى ما تداواش في الصغر كترافق الإنسان طول العمر. مع السلامة.